يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح الورد والفل والريحان والياسمين على عيونكم جميعا. بدنا نبلش بقى بتحضيرات العيد ونبلش بحلويات العيد، ولكن ما عنا أي شيء من المكونات. فإذا بدنا نروح نجيب مستلزمات العيد، بدنا نجيب مستلزمات معمول بتمر، مستلزمات الغريبة، البيتي فور، الكعك المالح، وبسكويت جوز الهند، وطبعا بدنا نجيب سكاكر العيد. اليوم رح نروح على مكانين: المحل الألماني بنجيب منه الطحين والسكر والزبدة والسمنة، بيكون أرخص من عند المحل العربي. ومنروح على المحل العربي مشان نجيب عجينة التمر، وبدنا نجيب كمان سكاكر العيد. العيد يعني هيك بلشت روايحه تهل علينا، فلازم من هيك نطلع روايح المعمول بالبيت، خصوصي نحن عايشين بالغربة. فأجواء بالشوارع عيد ما في، أجواء رمضان بالشوارع ما في، الجو العام بشكل عام بشوارع ألمانيا ما في، يعني ما في طقوس وأعياد وهيك قصص. فنحن بنخترعها بالبيت، نحن بنسويها بالبيت مشان أولادنا ما ينسوا عاداتنا وتقاليدنا. فلهيك خلونا نروح مع بعض هلأ ونجهز المشتريات تكون كلها موجودة عنا، وبعدين إن شاء الله منبلش بحلويات العيد، بتنزل على قناتي الثانية جيلان شانيل. أما هذا الفيديو راح يكون فيديو تسوق على هي القناة، فيديو خفيف نظيف قصير. خلونا ننطلق، نتوكل على رب العالمين. وهلا اول شيء بنجي على الكاوفلاند، بناخذ الطحين، بناخذ سكر، بناخذ سمنه، بناخذ شغلات لحلويات العيد. يعني ما بنبلش بحلويات العيد لحتى تكون مكوناتها كلها متوفرة عنا، وبعدين بنروح على المحل العربي بنجيب الشغلات اللي ما موجودة بالكاوفلاند. الدنيا الصبح ما في حدا كتير، ما زحمة الحمد لله رب العالمين، مشان أخلص شغلي مستلزماتي ونروح على البيت نبلش. ما شاء الله كيف بتكون مرتبة البضاعة قبل ما يصير زحمة، مرتبة الخضار على الأخير، بس ما لازم ننشي من الخضار، عنا كل شي. نحن بدنا نروح مباشرة على قسم الحلويات: طحين، سكر، زينة، شوكولا للتدويب، والزينة تبعت حلويات العيد. أول شي خلونا ناخد فانيلا، لأن ما عندي فانيلا. أو شو ناخد كمان؟ كاكاو. قديش الكاكاو؟ الكاكاو 3 يورو 99. عندي كاكاو قولوا، بس يلا هلا بنشوف العلبوة الكبيرة، إذا لقينا عبوة الكبيرة أرخص بنجيب بالأرخص، ما لقينا بنرجع بناخد هي. ناخد سكر، السكر 79 سنت، نحتاج كيسين من السكر فقط لا غير. بنحتاج طحين، الطحين 59 سنت. ناخد كم معيار بدي أعمل لسه؟ 1 2 3. احنا ما رح نعمل 4، بس بيضلوا بالبيت، عرفتوا كيف؟ 4 كيلوات طحين حلويات ما رح نعمل كتار. هلا خلونا ناخد زينة للبيتي فور، ندور على الزينة تكون حلوة. لحظة لله، في كتير زينة، شغلات للزينة. هذا الفرمسيل مليان يعني شغلات حلوة، بس أنا بدي أخذ شي ناعم بيكونوا هيك. شوفوا هدول الكرات والله كتير حلوين، هدول كرات الزينة كتير حلوين، ب2 يورو 29. حلوة ألوانهم جدا، عجبتني. راح لا، هاي أحسن، هاي أحسن أنعم. هاي للبيتي فور أنعم. شوفوا الفرق، شايفين فرق بالحجم الكرات؟ لا الناعمة هي أنعم. هي وينها سعرها؟ لفرجيكم سعرها، بس وينها؟ هي كانت محطوطة بمكان غير مكانها، بس بتوقع 2 يورو 29 كمان. ناخده شو من كان سعرها يكون. هذا عيد. وكمان بدي اخذ فرمسيل على شوكولا. دقيقة نشوف، في كتير انواع فرمسيل والله. الله هاي حلوة، هاي الشوكولا البيضة، هدول حلوين، هدول كتير 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 اكابر. بس لشو حلوين، بس لشو بدي اخذهم. وفي هاي الفرمسيل التقليدية، انا اخذتها دائرية. يا الشوكولا نازل سعرها 1 يورو 99.
ناخد علبة على يكون في بيضة. بدنا بيضة، شوكولا بيضة. هي علبة. بلا في أبيض لك هو. هي لا، هي كونفيتور طلعوا بيورو 99، عاملين عليهم عروضات، كان ب2 يورو و29. أخذت، رح أخذ كمان بيضة. بيضة ليش شو بدي أخذ؟ إيه بناخذ بيضة ووحدة شوكولا لأن عندي شوكولا بالبيت. خلصنا من الزينة. أخذنا زينة وشوكولا، وهلأ بنروح بنجيب سمنة. السمنة اللي هي تدويب الزبدة. ناخد زبدة، أكيد رح نستهلك زبدة. هاي وحدة، 2، 3 كافيين. هي أخذنا 3 علب من الزبدة لنضربهم سكان أحسن ما ننساهم. لحد الآن 17 يورو 56 سنت. وهلا بقى بنجي على السمنة البقرية. وينها؟ يا رب يكون عليها عروض. 5 يورو 79. بدنا علبتين، ناخد علبة 2. هاي وحدة، هاي 2. وهيك بتوقع يكون خلصنا من مشتريات تحضيرات وتجهيزات حلويات العيد. ما لازمني شي تاني، والباقي كلياته عندي بالبيت. اتذكرت شغلة، اني انا عندي سكر بودرة بس بكفي عيار واحد اللي هو الغريبة. ناخد عيار تاني، بناخد سكر بودرة كمان. راح اخذ باذنجان مازالو رخصان، يورو كامل مشان نعمل منزلة بطبخات الاسبوع هذا. هاي اخذنا باذنجان، مو اليوم ولا بكرة، بعد بكرة ان شاء الله تبقى نطبخه. وهيك خلونا نروح نحاسب ونروح على المحل العربي مشان نرجع على وقت على البيت. الفاتورة طلعت 41 يورو و37 سنت، ما عدا 7 يورو تقريبا. اشتريت التراب للبذور، اشتريت باذنجان للطبخة ورز للطبخة. يعني في تقريبا شي 7 يورو ما من ضمن حلويات العيد. يعني انه بين طحين وسكر وسمنة وسكر ناعم وزبدة وشوكولا للزينة، تقريبا شي خلينا نقول 35 يورو تقريبا يعني. ولسه هلا بنشوف قديش تتمت المشتريات لحلويات العيد من عند المحل العربي، لان السنه قصني معجون تمر وسكاكر العيد. بنجي على المحل العربي مشان ناخذ من عنده شغلات كمان. اول شي ناخذ من عنده تمر للمعمول. هذا تمر ما بنعرف اسمه، معجون التمر بوستانا. وكمان بدنا ناخذ سكاكر العيد، حلويات العيد. هلا نشوف كمان شو بناخذ شغلات. هاتوا لنشوف شو بدنا ناخذ سكاكر للعيد. ناخذ تشكيلة، الله بتشهي القلب والله. كتير 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 عنده تشكيلة حلوة. هذا محل الهافن بالهافن شتراسة. هي باينتها شي لذيذ، شايفين؟ هي باينتها شي لذيذ. رح ناخذ تشكيلة. ناخذ من هاي، ما شاء الله الوان التغليف تبعته بتجنن. كيلو الشوكولا ب15 يورو، يا بلاش اي شوكولا ب15. هاي اخذنا من هاي. ناخذ تشكيلة تانية، نعبي الصينية تشكيلات مشكلة. ناخذ هاي بالبندق كمان، هاي واحد. نعمل تشكيلة صحون حلوة بالعيد. طبعا كلها ماركة ايفا، ماركة ايفا معروفة. لا ناخد هاي خضرة. ناخد من هاي شوكولا مرة،
معاها بنحطها. بسم الله. حاجة هي اخذنا الشوكولا مرة بنحطها مع هاي، ناخد من هاي باينتها طيبة كمان. اخذنا من هاي كمان تشكيلة، وهلا رح اخذ كمان اوبس تشكلنا من الزحمة. ناخد من هاي بشو، تنشوف هاي بشو مكسرات. اديك على شو بتحتوي، هي راحة ملبسة بالشوكولا كمان. تناخد منها شوي. بسم الله. واحد، هي بسم الله. وراح ناخد كمان من هاي كمان كلها ماركة شو اسمها، ايفا. هاي الماركة معروفة انه طيبة. كمان هاي راحة مغطسة بالشوكولا. شايفين ما شاء الله عنده تشكيلة كبيرة. اخذنا هدول، هدول نسيناهم. وهذا كمان ب15، هذا كله ب15 منه. وهي كمان السكاكر اللوزينة بتعرفوه كمان ب15. هذا ب15، هذا ب15. تمر الهندي ب15. الله هدول حلوين، هدول تبعوت اللوزينة والفواكه، كل انواع الفواكه. انا شو بحب اخذ المن والسلوى. ناخذ كمان كمية من المن والسلوى. ما شاء الله تشكيلته اللي عنده تشكيلة رائعة جدا جدا. عجبتني كتير التشكيلة اللي عنده. في كمان هي المطبقة تطبيق، شايفين ما أحلاها. عنده كل أنواع الراحة، كل أنواع المعمول، الغريبة، البرازة، المكسرات. شوفوا هاي المعمول المدور بيتي فور مكبوس. حتى التارت عنده، التارت محشي شوكولا. يعني اللي ما بده يتعذب بالعيد ويعمل حلويات العيد على ايده، والله بتلاقوا عنده تشكيلة كتير كتير حلوة. ناخد اللوزينة، ناخد تشكيلة تفاح، برتقان، ليمون ولوز. هدولي خلص، هدول هن. وهدول ما بدي كتر منهم، ما بعرف اذا بياكلون الاولاد ولا لا، بس انا بحبهم بصراحة. اكياس المكسرات اللي بده ياخد بالجملة كيس كامل. هلا بنشوف قديش صاروا، دقيقة لنشوف قديش صار كيس المكسرات. في تشكيلتين، في تشكيلة لوز وفستق مغبر وكاجو وفستق حلبي، وفي هي التشكيلة فيها بندق ولوز ملبس وهالقصص. هي هلا بنشوف قديش هي سعره وهذا قديش سعره. هذا ب45 وهذا ب35. هذا كم كيلو؟ 5 كيلو. هذا 5 كيلو، 45 وب35. طبعا اذا بدكم تاخذوا انه كيلو الواحد بامكانكم تاخذوا، يعني انه ما شرط تاخذوا كل هالكميه. عنده الترامس بصراحه كتير حلوه، رح فرجيكم اياهم. شوفوا ما احلاهم الترامس اللي عنده، ترامس القهوه الشاي كتير كتير حلوين. وعنده مضايف وشغلات كتير. هذا بالهافن، اسمه هافن ماركت. بصراحه عنده عروض احسن من اي عروض تانية، عروضه كتير كويسه. وهلا هيك اخذنا هاي التشكيله، السعر كلياته طلع 40 يورو. ما شاء الله فيهم فوق ال3 كيلو. اسعار جدا جدا، انا ما تخيلت هيك تكون الاسعار رخيصه. هلا رجعنا على البيت، راح نبلش ان شاء الله مباشره بتحضير اول نوعين من حلويات العيد. بتتابعون على قناتي الثانيه جيلان تشانيل بالتفصيل العيارات اللي راح ننزلها، اللي كنا نحن مخططين شو راح نعملها. رح نعمل كل يوم عيارين، وهيك بنخلص حلويات ومستلزمات العيد بيومين فقط مع التنظيف. إذن بهالأسبوع الأخير من رمضان
منجهز للعيد، مننظف للعيد، منعظم شعائر الله للعيد. وهيك الولاد بيضلوا حاسين بأجواء الفرحة، ويعني إنه أجواء العيد لازم تكون دائما موجودة بالبيت، بغض النظر عن الظروف اللي عم نمر فيها، بغض النظر إنه نحن والله متضايقين ما متضايقين، بس يعني العيد عيد. انصروني بفيديو جديد إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. هلا هاي القناة ما عاد ينزل فيديوهات إلا لحتى نخلص رمضان والعيد بإذن واحد أحد، نرجع لنشاطاتنا بالحديقة وبنرجع لروتيننا اليومي الاعتيادي بدون رمضان من غير شر. والمعمول والعيارات بنشوفهم على الصفحة الثانية. استودعتكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.